العربية نيوز، عنوان الحقيقة. والله أحسن مكان بيبقى في الغردقة يا شرم الشيخ. لا أنا ممكن أصيف في اسكندرية أو راس البر، بس طبعا في الوقت الحالي الأسعار عالية، يعني نصرفه في المصيف أنا بعتبر إن دي شيء مش مهم في الحياة، أصرفه على بيتي على أسرتي كده يعني. كل سنة بروح اسكندرية أنا وأصحابي يعني كده، وبنأجر شقة هناك مثلا كده وبنقعد فيها هم مثلا 5 أيام أسبوع كده. السنة دي ما بفكرش صيف خالص، مش في دماغي. ليه؟ يعني يمكن أنا وأغلبية أصدقائي يعني اللي كنا بنطلع مصيف، ساعات كنا نطلع مع بعضينا، ساعات كان كل واحد ياخد ولاده ومدامه ويطلع. بس أنا حتى ما أسأل حد من صحابي يقول لي لا مش طالع، ليه؟ عشان الأمور المادية يعني مفيش سيولة بقى وكده، وكلها شهر ولا شهر ونص ومقبلين على دخول العام الدراسي، فأولى الفلوس اللي هنروح نضيعها في المصيف يعني المدارس داخلة وبنحتاج كتب وبنحتاج ملابس للولاد وكده. والله حضرتك أنا محتار، مش عارف أصيف يا في اسكندرية يا في شرم الشيخ. اسكندرية إن شاء الله. اشمعنى اسكندرية؟ أنا بحبها. طيب ليه مش شرم؟ ليه مش الغردقة؟ لا معرفش، هو أنا بحب اسكندرية. الأسعار مناسبة جدا وكل حاجة كويسة جدا. لا الأسعار مرتفعة أوي، أنت تروح المصيف مش هتصرف أقل من 5000 جنيه 10000 يعني في الأسعار يعني. هي في اسكندرية في الصيف بتبقى غالية شوية يعني، بس في الشتاء يعني بتبقى كويسة، بتبقى أسعار كويسة، إنما في الصيف بتبقى كل حاجة دبل يعني. والله حضرتك احنا بنسمع مثلا يعني ساعات يقولوا لنا روحوا فايد تبقى كويسة، رحنا هنا بنلاقي فايد زي اسكندرية زي جمصة زي هم كلهم قريبين من بعضيهم يعني بتبقى دي المصايف اللي أسعارها كويسة. يعني اسماعيلية كويسة أحسن من أي مصيف تاني. الأسعار عالية شوية بس هنعمل إيه؟ أدي الله ودي حكمته. تمام. يعني حاطة خطة كده كام بالنسبة للمصايف؟ مش عارفة والله، بابا عارف الكلام ده. أنا مش عارفة. شايفة الأسعار بتختلف عن كل سنة؟ كتير. السنة دي بزيادة؟ السنة دي أنا لسه ما روحتش، لسه هروح فمعرفش.